في حاجة مهمة لو قدرت تعرفها عن تاريخ الشخص اللي ناوي ترتبط بيه احتمال تنقذك من مشاكل كبيرة قوي بعدين. ركز معايا بقى في الكلمتين دول كويس قوي. بس قبل ما ابدا، انا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي. اتمنى لو عجبك المحتوى بتاعنا ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب. يلا نكمل. ناس كتير ما بتاخدش بالها وممكن تقع في علاقات صعبة جدا بسبب نمط معين كده في التاريخ الشخصي للطرف التاني. النهارده هنتكلم عن نموذج منتشر جدا. الأشخاص اللي اتعرضت لعنف عائلي وهم صغيرين أو عنف في الماضي عموما. الموضوع مش مجرد قصص هم بيحكوها، ده سلوك علمي وتأثيره ممكن للأسف يظهر على علاقاتهم أو حياتهم الشخصية بعدين. الواقع النفسي بيقول إن الأشخاص اللي اتعرضت لعنف وهم صغيرين غالبا عندهم نمطين محددين. أول نمط فيهم إعادة تدوير العنف ده، يعني ممكن جدا الشخص اللي اتعرض لعنف وهو صغير سواء من عيلته أو من أي حد تاني يعني يعيد تدوير العنف ده لما يكبر ويبتدي يفرغ الطاقة المخزنة عنده بسبب العنف اللي تعرض له في حياته القادمة سواء مع شريكه أو مع الناس اللي حواليه. في نمط تاني وده محتاج مجهود أكبر بكتير. النمط اللي بيحاول يتحكم في سلوكه علشان خاطر ما يعرضش الآخرين للتجربة اللي عاشها وهو صغير، لكن زي ما قلنا ده محتاج وعي وجهد كبير جدا. الدراسات النفسية بتقول تجارب العنف في الطفولة ممكن تؤثر على قدرة الشخص على الثقة عموما أو التحكم بالغضب أو إدارة العلاقات الصحية أصلا. وهنا في حاجات لازم تاخد بالك منها قوي بقى. أوقات كتير وبسبب الهرمونات اللي بترتفع تحت تأثير الوقوع في الحب بنلاقي نفسنا بنتغاضى شوية عن ردود أفعال الأشخاص اللي مرتبطين بيهم، وساعات كتير كده حاجات بتعدي علينا وحاجات نتجاهلها ونعمل نفسنا مش واخدين بالنا منها. لكن أرجوك ما تحاولش تتجاهل الإشارات الواضحة. يعني الشخص اللي جه يحكي لك إنه اتعرض للعنف وهو صغير أو عنف في السابق في الفترة اللي كان مش قادر فيها يدافع عن نفسه، لازم وقتها تاخد احتياطاتك وتبقى حذر بقدر كبير جدا وتبتدي تراقب سلوكيات الشخص ده. في إشارات لازم تاخد بالك منها، زي مثلا ردود أفعاله في مواقف التوتر. هل مثلا بيتوتر بسرعة؟ هل مثلا أسهل حاجة يعملها إنه يتصرف تصرفات عنيفة حتى لو مش جسدية، زي مثلا إنه يكسر حاجة أو يحاول يخبط حاجة بإيديه؟ أو أوقات كتير جدا الموضوع العنف ما بيبقاش بس تجاه الآخرين، أوقات الكتير العنف ده بيترجم وبيعاد تدويره إن الشخص بيبقى عنيف مع نفسه. تاني حاجة طريقة تعاملهم مع غضبهم. هل بيحاولوا يفهموا مشاعرهم ولا بيسيبوا الغضب يسيطر عليهم؟ في حاجة كده برضو المفروض تاخد بالك منها، حكايات الناس دي عن ماضيهم. هل بيحاولوا يتجنبوا الحكايات دي أصلا ولا بيبالغوا في الوصف؟ أوقات كتير المبالغة في الوصف بيبقى كأنه كده بيديك إشارة أو تفسير مبطن للعنف اللي هو بيمارسه عليك دلوقتي. ونصيحتي ليك دايما ركز على الملاحظة مش على الكلام اللي بيوصف بيه نفسه. لازم تشوف وتراقب وتحلل وتفكر، هل الشخص ده سهل استفزازه؟ هل الشخص ده بيبرر عنفه حتى لو خرج منه تصرف كده أو اتنين مش محسوبين؟ هل يا ترى بررهم ولا حس بغلط وندم؟ هل التصرفات العنيفة دي متكررة ولا أوقات كتير جدا بيحاول يظبط أداؤه كده ويحاول يراجع تصرفاته علشان حاسس إن اللي بيعمله ده ما يصحش؟ ويا ريت تركز قوي بقى في طريقة تعامله مع الناس في المواقف الصعبة تحديدا قبل ما تاخد خطوة رسمية. الفيديو ده مش تحذير من الأشخاص اللي اتعرضت للعنف، أنا شخصيا اتعرضت للعنف وأنا صغيرة. الحقيقة بقدر الألم اللي كنت بحسه كنت بحاول طول الوقت ما اعرضش الأشخاص الآخرين لنفس الألم أو الإيذاء اللي أنا اتأذيته. بس الحقيقة إن في أنماط تانية كتير جدا بتحاول تفرغ كل اللي خزنته وهي صغيرة على العلاقات أو الأشخاص اللي حواليهم لما يكبروا. فهم التاريخ الشخصي للأشخاص اللي احنا ناويين نكمل حياتنا معاهم مهم جدا. ولازم تبقى فاهم إن الشخص العنيف الطريقة اللي بيعامل بيها الناس كلها حتى لو ما بيعاملكش بيها دلوقتي لازم هيطولك منها حتة. لو فهمت التاريخ الشخصي هتعرف تتصرف بحذر وتحمي نفسك من أي تأثير سلبي بعدين. خد وقتك وركز وراقب ردود أفعاله، ولو كمان عرفت تساعده ده هيبقى جميل منك، عمره في حياته ما هينساهولك. صدقني الشخص العنيف عموما حتى لو تخيل انه بيأذي الاخرين بس هو بيأذي نفسه قبل ما بيأذي اي حد. واخيرا لو جه في بالك وانت بتتفرج على الفيديو ده حد ممكن يتعرض للي احنا بنقوله، يا ريت تشارك معاه الفيديو. ويا ترى هل لاحظت النمط ده على حد قبل كده؟ ولو افتكرت حد وانت بتتفرج على الفيديو اتعرض للعنف وهو صغير وقدر يتخلص من تبعات العنف اللي اتعرض له لما كبر، اكتب لنا في الكومنتات وخلينا ندي امل لبعض ان ممكن نتخلص من الاثار السلبيه. لو وصلت للجزء ده من الحلقه، انا نرمين هيكل ودي قناه لحظه وعي. يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب. ان شاء الله نبقى مع بعض كل خميس بفيديو طويل، وما تنساش يمكن اللحظه دي اللي تغير اللي بعدها. السلام عليكم.